في يوم من الأيام الساعة 2 الظهر، وبعد يوم طويل من المؤتمرات داخل البيت الأبيض، كان قاعد روزفلت مع دونيفان بياكلوا شوية سندوتشات. روزفلت قال لدونيفان: إنه عملا جليلا منكم أن تدفعني إلى إنشاء ذلك الجهاز. جهاز إيه اللي يقصده؟ ومين دونيفان ده؟ وإيه العمل الجليل اللي عمله؟ ويليام جوزيف دونيفان ولد في مدينة بافالو أول يناير 1883. اتخرج من كلية الحقوق جامعة كولومبيا، وبدأ رحلته في التدريب على القانون، ونفس الوقت اللي التحق فيه بسلاح الحرس الوطني، وبسرعة بقى نقيب قبل حرب العالمية الأولى. كان بيكتب تقارير عن جهود الإغاثة الأمريكية. دونيفان من البداية كان عنده ميول مخابراتية، عشان كده هو تلقى تدريبات مخابرات عسكرية من البريطانيين. في الحرب العالمية الأولى كان في فوج المقاتل 69. الفوج ده تلقى خسائر كبيرة. دونيفان نفسه اتصاب، وعشان كده فاز بجائزة الصليب المتميز والقلب الأرجواني وأعلى ميدالية وهي ميدالية الشرف، ورجع بلده بطل. بعد الحرب دونيفان رجع يمارس القانون وطور من نفسه، وبقى يشتغل في السياسة، وبقى يمسك قضايا قدام المحكمة العليا وبيكسبها. في عام 1932 رشح نفسه للانتخابات ونجح عن الحزب الجمهوري، وبقى محافظ نيويورك. وفي الحقيقة دونيفان كان عنده حلم أكبر من كده شوية. كان بيكلم صديقه فرانك نوكس وزير البحرية إن ليه ما عندناش وكالة مخابرات مركزية أمريكية. راح عامل تقرير كاتب فيه أفكاره في تنظيم مؤسسة مخابراتية، والتقرير ده كان يتضمن إن ما ينفعش يبقى عندنا وحدة مخابرات بتدار حسب الضرورة، ولكن حسب الأمن القومي، ورئيس المؤسسة دي بيتم تعيينه من رئيس الدولة مباشرة، ويكون غير مسؤول أمام أي حد غير الرئيس. حتى ميزانية الوحدة دي تكون بأرصدة مخصصة لأغراض التحقيقات الأجنبية، والنفقات تكون سرية. وكان عنده شروط تانية، وعلى فكرة هو ما كانش قاعد مستني الرد، هو كان بيزور عديد من الدول الأوروبية للتنسيق معاهم، لدرجة إن أصحابه كانوا بيقولوا عليه بإنه فوق القدرات البشرية. دونيفان تفكيره كان زي تفكير تشرشل، إن القتال ليس فقط مقتصر على ساحات القتال، ولكن له جبهات أخرى. كان في الطبيعي إن دونيفان يترأس المنظمة الجديدة، وهو بدأ على طول في تأسيس مكتبه، مش كراسي ومكاتب لكن أفراد. بدأ تعيين فينسنت أستر، وده كان عمدة نيويورك، فيويلا لاجارديا، ورجل أعمال اسمه هوفر، ومعاه ياسن روكفيلر. وبكده هو خلاص جاهز لبدء العمل. 18 يونيو البيت الأبيض استدعى دونيفان وناقشه في استراتيجيته وطاقم عمله، لكن في النهاية تمت الموافقة وتم إطلاق اسم مكتب منسق المعلومات. ومن هنا في طرف فرحان جدا وطرف متضايق جدا. الطرف الفرحان كان بريطانيا، بصرف النظر انه اصلا تربيتهم، الا انه ده كان طلبهم من الاول، وكانوا بيضغطوا على الادارة الامريكية ان هم ينشئوا وحدة للتعاون بينهم وبين انجلترا ونيويورك. نروح بقى للطرف التاني المتضايق، برلين. برلين كانت متضايقة من موضوع المكتب ده بسبب الجواسيس الكتير اللي زرعتهم في امريكا، وكانت خايفة من كشفهم. دونيفان بدأ رحلته اللي في ظاهرها أعمال تجارية خاصة بيه، ولكن في الخفاء كانت لصالح المخابرات العامة. أول رحلة قام بيها كانت هتنهي على حياته في أسبانيا عند نهر إبرو. معركة كانت قايمة هناك، وكان هيتم اغتياله فيها بإلقاء قنبلة يدوية عليه. فطلع على ألمانيا وحضر المناورات الجيش الألماني بالقرب من نورنبرغ، وبعدها طلع على فرنسا وبلجيكا ولكسمبورغ، هولندا، اسكندنافيا. نهدى بقى ونكتفي؟ لا طبعا، نطلع على ليبيا وبعدها على المملكة المتحدة،
ونجتمع بتشرشل وتشامبرلين وستيوارت مينزينز. كل اللي ذكرتهم دول كانت مجرد المرحلة الأولى، التظبيط اللي تحت الترابيزة. أما الرسمي كانت في المرحلة التانية لما طلع على المملكة المتحدة وجبل طارق وبلطة والقاهرة وأثينا وبلجراد وصوفيا وأثينا تاني وألبانيا وتركيا وقبرص فلسطين قاهرة تاني. الراجل ده مع كل سفرياته دي ما كانش لتنسيق المعلومات زي ما كان ظاهر لينا مع كل الدول دي، بالعكس الراجل ده كان بينشئ طابور خامس هائل لصالح الرئيس الأمريكي روزفلت، وعمل محاولات للتخريب والإرهاب والثورة والتمرد والفساد والرشوة. عرفت المخطط بدأ امتى؟ في الأول كان بيشعل التمرد ضد ألمانيا، أصلها بدأت تفلت بزيادة، وبعد كده دخل على بلجراد. في 25 مارس سنة 1941 بلجراد ما كانتش عاوزة تدخل حرب العالمية التانية، فوقعت اتفاقية مع دول المحور. الاتفاقية دي الشعب استنكرها وطلب ايقافها ونزل عمل مظاهرات في الشوارع، وبكده الموضوع اتطور وحدث انقلاب عسكري. ألمانيا كان ردها عنيف جدا، قصفت المدينة بالكامل جوا، أدى إلى القصف ده لموت 24,000 شخص. والموضوع مخلص على كده، النازيين نزلوا ذبح في السكان بلجراد وخاصة اليهود. طبعا العالم كله اتهم الألمان بمذبحة الهولوكوست بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المقابل الاتحاد السوفيتي كان بدأ هو كمان يتضخم وينشط، والكلام ده مخوف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، عشان كده فكروا في تسليح ألمانيا الشرقية. بس ازاي؟ مش انتوا بتقولوا انهم مجرمين وعملوا حرب إبادة؟ ومن هنا ظهرت فكرة الفين مختم نظيف، وده فكرة وهمية ان القوات النظامية مش هي المتورطة في الهولوكوست، اما مين؟ حزب تشوز شتافل ومش الجيش النظامي. ومن هنا بدأ التلميع الجندي الألماني عشان يقدروا يسلحوا ألمانيا، وتوجه الخطر للسوفيتين. بدأ في كتابة مجلدات عن الجبهة الشرقية، وفيها كتابات عن 700 ضابط ألماني بيحكوا أسطورتهم، والأسطورة دي لقت شعبية كبيرة والمبيعات كانت للسما. وعند لحظة المحاكمات دونوفن اللي كان ساعتها المدعي العام في المحكمة العسكرية الدولية ما كانش شايف ان المحاكمات دي ليها لازمة عشان الموضوع يتقفل، وتم تسليح ألمانيا ضد السوفيات. ومن هنا انتهى دور دونوفن ورجع لأعماله القانونية وختم كمستشار حكومي. وعند تولي ايزنهاور رئاسة البلاد عين دونوفن سفير في تايلاند، وخلص مدته ورجع للقانون تاني. عزيزي المستمع، الخطة موضوعة من زمان والتنفيذ تم من زمان برضو، وأفضل وسيلة لمواجهة هذا المخطط هو الوعي بيها. ومقولة سيبها الحكومة هي اللي هتتصرف دي مقولة يشوبها الخطأ، لأن في اللحظة الحاسمة الحكومة هتحتاج لوعي الشعب. وعشان كده وجب علي عزيزي المستمع أسألك، عرفت